الداخلية في بلادي، مشان فيها راحتنا ومشان ببعد اقتصادي. قوموا دعموا سياحتنا الداخلية في بلادي، مشان فيها راحتنا ومشان ببعد اقتصادي. ترابي وليلة هيدان عليها، بدون شرط ولا قيدان نفديها، ما نتكل على الرجال نبنيها، ما نلقى راحة السياحة في خطيها. كل شيء in the vibe انو ياه، كأس ورافا شاي انو ياه، قمر الفوق النمرة وياه، ريحة النظام منو ياه. داير استراح ونرتاح ونلبي نداء بلادي زينة كيف الصباح، الرزق وتراث أجدادي، ومن ذكرياتي وأفراحي والشعب وميلادي، ومن ذكرياتي وأفراحي والشعب وميلادي. قوموا دعموا سياحتنا الداخلية في بلادي، مشان فيها راحتنا ومشان ببعد اقتصادي. قوموا دعموا سياحتنا الداخلية في بلادي، مشان فيها راحتنا ومشان ببعد اقتصادي. وطني نزلت غربان بفصوص احنا والفرقان، والواحة والماء والوديان والراحة والطرب قادي. صايا من البر والمراد ونقلب قروي قلب تتراد، شم الصا نسيم الواد مازال من النبع نادي. تراعي في البراقة زاد الشير والراعد صادي، تراعي في البراقة زاد الشير. أنا باسم بلدية كيفل مرحبا بكم ومسلم عليكم ومبارك لكم في هذا سباق الإبل، هذا اليوم في هذا الجو السياحي حقيقة اللي مهم واللي يدل على شيء، فإنما يدل على أن ولاية العصابة على أنها منطقة زراعية رعوية بامتياز، ومبارك الفائزين في هذا السباق، وراجع مع عند الله سبحانه وتعالى على أنه يعيدوا علينا وعليهم بخير، وأشكركم. الحقيقة أنا جد مسرور بحضور هذه التظاهرة المميزة لسباق الإبل المنظم من طرف نادي العصابة لسباق الإبل والاتحادية الجهوية. وفي الحقيقة احنا نعرف جميعا أن ما تمثله الإبل في ذاكرة هذا المجتمع من منافع ومن دور أساسي في النقل الذي والحمل الذي لا يمكن أن يتم إلا بشق الأنفس، وبالتالي يشكل سباق الإبل موروثا ثقافيا في ثقافة هذا المجتمع، وما زال يحافظ عليه هذا المجتمع. إذا تزاوج هذا السباق مع هذا المنظر الجميل هذه المقدرات السياحية، ونحن في موسم السياحة، إذن تكون اللوحة الجمالية قد اكتملت وحققت غرضا من الأغراض المنشودة من هذا الموسم السياحي المسمى بخريف الأعصاب. إذن فيني لا أريد أن أطيل عليكم لأنكم قدر من الزمن هنا تتحروا، يا غير بعد. على كل حال هذه فرصة وسانحة لأهنئ الفائزين في هذه المسابقة، وأحثهم على التمسك بهذا التراث الأصيل الذي يشكل فعلا جزءا من ذاكرة المجتمع، ويمثل أيضا رد بعض جميل هذا المجتمع لهذا المخلوق المميز المسمى بالإبل، والذي ذكره الله في كتابه الكريم كما أشار بعض المتحدثين، وذلك نظرا لإعجازه في الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله. لا يسعني باسم النادي الجهوي لولاية العصابة لسباق الإبل إلا أن نرحب بجميع ضيوف هذا السباق، وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة والسيد والي ولاية العصابة وحاكم مقاطعة كيف والسادة الحضور وأعضاء النادي. أيها الحضور، هذا السباق ليس مجرد سباق عابر، بل تمثيلا لجزء عميق من تاريخ الآباء والأجداد في هويتهم وثقافتهم الأصيلة. إذا كانت الإبل رمز للثراء والفخر
ووسيلة للسفر ونقل البضائع، لم تكن مكانتها مرتبطة بالمنفعة وحدها، بل وصفها القرآن الكريم بالعظمة في خلقها في الآية الكريمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ويعد سباق الإبل تجسيدا لتوجيهات فخامة الرئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ القزواني من خلال المحافظة على التراث الثقافي الأصيل المرتبط بالسياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المحلي. إن الاهتمام بالسياحة والاقتصاد المحلي مرتبط بالمحافظة على الثروة الحيوانية، ولا يمكن لذلك إلا من ولا نتمكن من هذا الاقتصاد وهذه الثروة وهذا الاقتصاد المحلي إلا من خلال وضع آلية تمكن من المحافظة على هذه الثروة. السادة الحضور، السيد الوالي، السادة السلطات الإدارية والأمنية، السادة المنتخبون، السادة الفاعلون في النظام الاقتصادي العام والخاص، بناء على ما ذكرنا ينبغي القيام بالأنشطة التالية من أجل توفير المحافظة على هذا النشاط وعلى هذه الثروة الاقتصادية. من مطالبنا أولا توفير نقاط مياه رعوية تمكن المنمين من المحافظة على هذه الثروة، توفير الأدوية، توفير الأعلاف، توفير حظاير تلقيح خاصة بالإبل، معرض سنوي وطني للثروة الحيوانية يتم من خلاله بناء الخبرات والتجارب. وأخيرا وليس آخرا، ترتبط المحافظة على الثروة الحيوانية بالمحافظة على البيئة والعناية بها في الوقت المناسب كالحرائق وكالمحافظة على الغطاء النباتي. هذا هو الرصيد الأساسي اللي يمكن المحافظة على الثروة الحيوانية من خلاله. والسلام. جابر للارتياح ولفت زينة في بلدها بالسبت، وأفكارك تتفافى نبت تخضع نور فريق ينادي كل نهار وليلة والتدافع شهر الخارج قاتل، كل نهار وليلة والتدافع شهر الخارج قاتل. ودعم سياحتنا الداخلية في بلادي، من جانب فيها راحتنا ومن جانب بعد اقتصاد.